ازيكم يا شباب، هعمل سلسلة جديدة هنا في الشطرنج. أنا تقييمي 600 حاليا. آم، بحاول ألعب أراجع المباريات مع الذكاء الاصطناعي، كتب، تطبيقات، وأحاول أراجعها معاكم. دي رحلة من البداية خالص، من أول 600. مش من 1200 وما إلى ذلك، نفس الناس اللي نزلوا من أول 2003 زي أنا وماجنوس والناس ديت. فأنا اعتبروني ماجنوس الغلابة. ونبدأ بأول جيم. كان ضد واحد اسمه كان اسمه ايه؟ ثواني. اسمه زولوكو. هو كان يكسبني في البداية، أو كان أنا عملت خطأ رهيب في البداية، بس انتهت بمفاجأة في الآخر هتشوفوها دلوقتي. أنا بدأت ب E4، هو لعب E6، بعدين لعبت نايت F3، هو لعب بون D5. مش عارف يتقال بون D5 ولا لأ، ما علينا، المهم بنتعلم لسه دلوقتي. المهم هو لعب بون D5، لعبت نايت C3، بحيث لو هو جاب هو البون دوت، لو جاب ده البون دوت أنا أقدر أجيبه يعني بالنايت مثلا كده. مش عارف ده تفكير صح ولا لأ، لو في ناس هنا محترفة فبالراحة علينا بقى، احنا لسه بنتعلم في البداية. المهم لعب اسمها ايه C5، لعبت D3، هو لعب نايت F6، لعبت انا البيشوب بقى، طلعت بالبيشوب بتاعي لبيشوب G5، بهدد النايت، ولو النايت اتحرك هقدر اجيب انا ايه الباشا ده، الوزير. فلعبت بيشوب G5. انا لسه بتعلم ان انا انطق الحركات، ف واحدة واحدة عليا بقى، ادينا بنتعلم مع بعض يعني. لو انت ليفلك زيي او تقييمك زيي، دي حاجة حلوة، هنقلب المستوى مع بعض ان شاء الله. المهم لعبت بيشوب G5، هو لعب بون ايه H6، بيهدد البيشوب بتاعي او بيهدد الفيل. رجعت لورا بالفيل، طلع هو بالنايت بتاعه، نايت C6، وبعد كده طلعت انا بالنايت بتاعي للنايت E5. لسه بتعلم، ودي الغلطة، دي أول غلطة تقريبا، النايت E5. دي كانت غلطة كبيرة لأنه مش محمي أساسا بحاجة. المفروض أطلع بيه في حالة مثلا لو أنا المفروض مطلعش بيه أصلا، أنا المفروض مطلعش بيه أصلا، المفروض أسيبه مكانه. كنت رايق أي قطعة تانية من القطع الموجودة. المهم دي الغلطة الأولانية، وهي إن لعبت النايت E5، هو خد على طول بالنايت بتاعه. طبعا فري نايت بيتقال فري نايت أو فري بيس. بعد كده خدت أنا بالجندي، مش عارف بتقوله بالعربي جندي ولا لأ، بالبون يعني. خدت بالبون، وهو كان ممكن ياخد هو كمان، بس مش عارف هو هيعمل ايه بصراحة. طلع بالكوين. بعد كده أنا طلعت بالنايت بتاعي بهدد أنا الوزير. كان نفسي يتحرك بالوزير بقى، لأن الخطة هنا بالنسبة لي إنه لو اتحرك مثلا بالوزير وخد البون دوت، كنت أنا أطلع أنا هنا بالنايت C6 كش، وفي نفس الوقت دي الفركة بقى، الفركة أو الشوكة. نايت C6 C6 صح C7 كش، وهو يتحرك بأي حتة بقى في أي حتة بالملك بتاعه، وأنا أخد الروك بتاعته. بس مش ده اللي مشي تقريبا. أنا طلعت بالنايت بتاعي على أمل إن هو يتحرك بالكوين
بالكوين بتاعته او بالوزير بتاعه. هو كان بيهدد النايت عندي، فعملت ايه مش فاكر، حميته بالبون هنا. خد البون بتاعتي، نزلت انا بالبيشوب تحت او بالفيل تحت بهدد النايت دوت، وفي نفس الوقت لو جيت اهدد النايت التاني طلعلي هو بالبيشوب بتاعه بقى، طلعلي بالفيل بتاعه بيهدد الكوين او الوزير عندي. حميت انا بالفيل بتاعي، الفيل الابيض. خد طلع بالفيل بتاعه التاني، بس هو طريقه مسدود يعني مش عارف طلع يعمل ايه. كان ممكن هو مش عارف، بلاش بقى تحليلات دلوقتي عشان الفيديو ميطولش. المهم انا عملت ايه، خدت لان انا حامي بالكوين. والله مش فاكر لعبت الجيم ده امتى، بس هو قريب يعني النهارده او امبارح. المهم خدت لما اتحرك بالبيشوب كده، خدت النايت بتاعته مهدد النايت التاني والبيشوب، او مهدد الحصان والبيشوب والفيل. عايز اتكلم عربي بس معلش انا متعلمة بالانجليزي اللعبة دي، فصعب اقول العربي في البداية. خد البيشوب، خد معكش، نزل تحت بالكينج. عملت انا حركة مجنونة هنا بقى تقريبا. بيت الاول، كان بيهدد الوزير بتاعه بالروك بتاعته، بالرخ. رحت انا اعمل ايه، واخدها كش. خد خد بالوزير بتاعه، وانا خدت بالحصان اللي هو خده. والجيم مشي على كده بقى. هو عنده الافضلية لان مش عارف، لان ممكن معاه 2 روكس، معاه روك ونايت. انا معايا 2 روك بس، والبونز عندي او الجنود عندي مش متوزعين كويس. عنده هو 2 بون هنا او 2 جنديين هنا، توزيعهم حلو في النص اهمت، او في السنتر سكوير تقريبا، او واحد منهم في السنتر سكوير، والتاني جنبه برضو مش وحش تقريبا يعني. بشيل بتاع دي ازاي، ماشي عايز اشيلها بقى. المهم لعبت النقلة ديت C4. لعب النقلة دي مكانش عايز ياكل مش عارف ليه. لو كان اكل كنت اكل يعني ماشي. وبعدين لعبت النقلة دي، كنت بضحي بقى. انا قلت ان انا خسران في الجيم ده بس بحاول على قد ما اقدر. لعبوا النقلة ديت، خدت بكش، اكل، طلعت بالروك بتاعتي. بيحمل البول بتاعه بالروك بتاعته فوق هنا. كنت عايز مش عارف لعبت النقلة دي ليه. روك FE1، ان هو ممكن ياكل مثلا وانا اكل تقريبا، كانت الفكرة كده مش عارف. المهم ده اكل فعلا، والله ما فاكر يا ابني ده حصل. المهم هو اكل وانا اكلت. بعد كده طلع بالبوم بتاعه هنا B5، مهدد الاتنين الاتنين الجنديين بتوعي. فلو كنت طلعت بده كان بيبقى صعب، هياكل بده وانا اكل بده، كانت هتنتهي كده بسرعة بتاعي. المهم انا مش عارف ليه كلت باليمين. كل هو، كلت انا، كل هو بالكينج. كل هو بالكينج، ودي كانت المصيبة بقى. انا لمحت السكور بقى والسيخ، بيسموها السيخ. كنت جاي انا بالروك بتاعتي عند الB1. هو دلوقتي لو اتحرك اي حركة انا هجيب الروك بتاعته وانسحب تقريبا او سابه من وراه. ما عندوش اي حركة الا دول. لو اتحرك كده خلاص انا جبت، والتفوق بقى عندي. بس مش باين ان انا احذر بس من النايت، لان النايت برضه سلاح ذو حدين بنت لذينه. مبتعرفش في الاوقات الضيقة او في الوقت الضيق ما بتحسبش خطواته صح. مش ما بتحسبش خطواته صح، انت ما بتحسبش اصلا هو ممكن يجيبك ازاي بسبب الحركات بتاعته.
ممكن في ثانية تنسى ان هو أداة عادية، أداة سهلة، وهو ممكن يجيبك في ثانية. يعني أنا مثلا لو اتحركت من الروك من هنا لهنا، الله يرحمه، ده مثال مثلا. مش عارف الناس المحترفة تاخد بالها بالموضوع ده ولا لأ، والناس اللي أعلى مني أو اللي أقل مني. مش عارف، أنا تقييمي 600 بناء على اللعبة، مبغشش. كل مرة بلعب بموسيقى للأسف. أنا بفكر ألعب من غير موسيقى، بس أحس إن أنا همل. أعتقد يعني بالموسيقى بركز أكتر، مش بموسيقى بأغاني يعني. بس أعتقد الفيديو خلص على كده، وده كان أول فيديو في القناة ديت. القناة دي عن البرمجة أنا عارف، بس بقيت لاقي إن البرمجة يعني مش في الفاضي. الذكاء الاصطناعي بقيت تقدر تستغله صح، إنك تتعلم برمجة بأي طريقة أنت عايزها. فبالنسبة لي هو مش تضييع وقت. هو لو أنا شرحت أنا المستفيد طبعا، بس أنت مش مستفيد بنسبة 100%، لأن وقتك ضايع. مثلا لو شرحت لك شيء، مش عارف ليه أنا بشرح عن البرمجة دلوقتي. سلام.